ازاي وصلتوا للمسرح القومي؟ زي ما قلت لحضرتك ان العرض ده خد جوائز كتير قوي في مهرجان، يعني واخد اول زيتون، واخد اول شبرا. فبيبقى في حاجه اسمها لجنه مشاهده في المهرجان القومي. انتوا يعني حد قال لكم على المهرجان ولا هم اللي طلبوكم بنفسهم ولا ايه اللي حصل؟ ما انا اقول لحضرتك قصه. هي بيبقى في عرض كويس، في فرقه كويسه مقدمه عرض كويس، فلجنه تحكيم يعني اداره المهرجان بتقول لك لا، يعني احنا ممكن ندعم الفريق ده لو في مواهب حلوه او فكره حلوه او هيقدم عرض كويس، ما فيهوش بقى التجاوزات اللي ساعات بنشوفها ساعات في الحاجات اللي بره. تمام. فيقول لك لا خلاص، يعني نشوف العرض ده ولو كويس وشفناه كويس لا ممكن يشارك في المهرجان. والحمد لله هو ده اللي حصل، وشاركنا في المهرجان والحمد لله ربنا كان معانا من A to Z، يعني ربنا ما سابناش يعني حتى العقبات اللي كنا بنشوفها لا، ايد ربنا موجوده معانا وهتعملوا العرض وعشان اسم الفريق واسم الكنيسه واسم الاسقفيه كلها، ان احنا الشهاده مكتوب عليها باسم الاسقفيه، فيعني حلو ان انا يعني كرازه كلها يعني اكون يعني حامل اسم وبشتغل عليه، مش مجرد طبعًا ان انا عايز اوصل طبعًا وخلاص، لا ده انا بالظبط. ده احنا منظمه كامله بنشتغل يعني، حتى لو احنا كنا جروب بس لكن الاسم احنا الواجهه بتاعته يعني. طبعا. طب انا عارف ان المسرح، الموسيقى، كل الاعمال الفنيه محتاجه تدريب مش يوم ولا يومين يعني. انتوا قولوا لي بتتمرنوا امتى؟ يعني هل يا ترى بتتمرنوا طول فتره الصيف بس؟ بتتمرنوا